هنبدأ النهاردة نتكلم فيديو جديد عن ويدجت من أهم الويدجتس اللي مستخدمة في فلاتر، وبنستخدمها علشان نتأكد من صحة البيانات اللي بيدخلها اليوزر. والويدجت النهاردة هي التكست فورم فيلد، وهنستخدم معاها حاجة اسمها فاليديتور. التكست فورم فيلد مش بتختلف كتير جدا عن التكست فيلد العادية، هي جواها نفس البروبرتيز اللي موجودة في التكست فيلد العادية، ولكن بالإضافة شوية بروبرتيز بتخلينا إن احنا نتأكد من صحة البيانات. فدي اللي بتفرق التكست فورم فيلد عن الفاليديتور. ليها قواعد قبل ما احنا نبدأ نجودها. أول حاجة لازم تكون جوه فورم، يعني لازم تكون من التشايلد بتاع مين؟ بتاع الفورم. طيب، فاحنا دلوقتي اول حاجه هنيجي ان احنا نعمل ايه؟ نقول body ونعمل فورم بالشكل ده كده. يا اما مثلا تكون التكست فورم فيلد هي التشايلد، او تكون مثلا من الاحفاد بتاع التشايلد. يعني مثلا لو انا عملت مثلا التشايلد ده كولو، تمام، فهو دلوقتي انا عندي مين؟ الابن للفورم مين؟ اللي هو الكولو. طيب انا دلوقتي نخلي بقى التكست فورم فيلد هو احد ابناء مين؟ الكولو. يبقى كده هو يعتبر حفيد لمين؟ للفورم. طب كلام سليم جدا. ماشي، نعمل بقى ايه؟ اوترولود. طيب نبدأ بقى ان احنا نظبطه، فممكن نجيب كده ايه، نجيبه مثلا في النص، نعمل مين اكس الاينمنت، مين اكسس الاينمنت، ونقول سنتر، ونجيبه في المنتصف هنا. تمام. طيب بما ان احنا قلنا ان هو زي التكست فيلد العادية، فممكن نقول هنا ديكوريشن، ونقول بوكس ديكوريشن، ونقول انبوت ديكوريشن. تمام. وندي بقى البوردر، ونقول له ايه؟ اوتلاين انبوت بوردر، علشان نديله ايه؟ حواف من جميع النواحي بالشكل ده كده. وممكن ان احنا نيجي نعمل بادنج ونخليه سيمتريك، ونقول هوريزونتال 16 بالشكل ده كده. طيب فاحنا كده هيئنا شكل التكست فورم فيلد. طيب نيجي لتاني حاجة مطلوبة مننا، اللي هو لازم نعرف جلوبال كي للفورم ده عشان نقدر نتحكم فيه. طيب ان احنا نيجي نعرف الجلوبال كي فين؟ هنا نقول جلوبال كي، هتاخد حاجة اسمها فورم ستيت، وهنعرف الكلام ده اخر الفيديو بالتفصيل، بس بعد ما نشرح الفاليديتور. تمام. ونخليها اسمها فورم ستيت، ده اكتر اسم متعارف عليه يعني. ونقول ايه؟ هي من نوع جلوبال كي. طيب فانا دلوقتي، هو دلوقتي الفورم ستيت ده اللي هي من نوع جلوبال كي، هي زي الريموت الكنترول بتاعنا، عشان بتاعنا يعني بنقدر نضغط زرار مثلا ونعرف هي كل البيانات صح ولا في خطأ. يعني احنا بنعرف صحة البيانات من الفورم ستيت دي. تمام. يعني احنا بنعمل الجلوبال كي عشان نقدر نتحكم في الداتا اللي جايلنا من مين؟ من اليوزر. خليك بس عارف المعلومة دي دلوقتي لحد اخر الفيديو لما نشرح ده بالتفصيل. طيب انا دلوقتي ازاي اخلي ده تبقى متصلة بالفورم نفسها؟ زي ما انا موضح كده، من خلال بروبرتي جوه الفورم اسمها الكي، هبصلها الاسم ده او بصلها الفاليو ده. فانا هاجي هنا ايه؟ اخد ده كده كوبي، واجي هنا جوه الفورم اكتب كي، وجوه الكي ديت ايه؟ احط فيها ايه؟ الفورم ستيت بتاعتي اللي هي ايه؟ تبع الجلوبال كي. طيب انا كده ايه؟ خلاص خدت كده القيمه ديت، حطيتها هنا في الفورم عشان اقدر اتحكم فيها، علشان اقدر اتحكم من الداتا او المدخلات اللي ممكن يدخلها مين؟ اليوزر. كلام سليم. ماشي. اجي بقى جوه التكست فيلد او التكست فورم فيلد، وابدا ان انا اكتب الفاليديتور بتاعتي علشان ابدا اتحكم من صحه البيانات. وظيفتها ان انا اتحكم من صحه البيانات اللي هيدخلها مين؟ المستخدم، ولا هيدخلها اليوزر. فاول حاجه هي عباره عن فانكشن بتاخد بارامتر من نوع string. طب ايش عرفني ان هي من نوع string؟ ان انا دلوقتي خليني بس لما اعمل الكيرل براكتس وجيت اقف عليها هنا، هقول لي هي من نوع مين؟ string. طيب انا دلوقتي قلت ان هي بتاكد لي من صحه البيانات اللي بيدخلها اليوزر. فانا دلوقتي لو قلت اف مثلا، وقلت الفاليو دي لو هي بنل، لو هي بنل، طيب وقلت مثلا لو هو مثلا ما دخلش
لو هي بنل، وقلت مثلا الفاليو لو هي مثلا امبتي، لو هو ما دخلش مثلا اي داتا، اقول مثلا ريتيرن ايه، تكست كده يظهر لي، اقول له ايه بليز enter your email مثلا. وممكن اجي انا اعمل ايه، اعمل ليبل تكست مثلا، واقول له مثلا ايه enter your email بالشكل ده كده. طيب وممكن ان احنا نيجي نعمل هنا ايه جوه الكولوم، ممكن نعمل elevated button بالشكل ده كده، ونعمل هنا في التشايلد تكست ونسميه مثلا ايه submit بالشكل ده كده. ونيجي هنا في الامبرست علشان نتاكد اذا كان valid او لا، نقول اف لو مثلا الفورم ستيت ديت current state، تمام، نقول valid او valid data، ونيجي هنا نعمل ايه علامة استفهام، ونقول والله لو هي valid انا عايزك ترجع لي ايه، تقول ان هي valid، انا عايزك تقول لي ان هي valid. دي برنت على طول مش ترجع، برنت اقول له valid. طيب لو هي مثلا مش valid، عايزك تطبع لي تقول ان هي مش valid، منطقي يعني، اقول له not valid بالشكل ده كده، ونعمل hot reload. طيب وابدا هنا مثلا ادخل مثلا، ما ادخلش يعني، انا مثلا مش عايز ادخل علشان مثلا اطبق الكونديشن اللي انا حاطه هنا، ومثلا اعمل submit، فطبع لي هنا ايه not valid، لان انا دلوقتي قلت له لو انت مثلا ما دخلتليش حاجه، هيجي هنا يقول لك ايه، هنا هيطبع لك هنا في الديباج كونسول او في الكونسول ذات نفسه يقول لك not valid، ويجي هنا يقول لك على الشاشه ايه بليز انتر يور ايميل زي ما انا كاتب له هنا. طيب دلوقتي انا عايز مثلا اعمل كونديشن تاني، واقول له مثلا لو الفاليو is، اقول له مثلا لو الفاليو، نقول مثلا ايه كون، مثلا نعمل مثلا ايه كونتينز مثلا، لو ما فيهاش مثلا العلامه دي اللي هي بتبقى موجوده في اكتر الايميلز، واقول له مثلا لو هي مش موجوده، فانا دلوقتي عايزك تقول لي ايه ريتيرن، واقول لك ايه لو سمحت بالبلدي كده، لو سمحت دخل ايميل صح مثلا يعني، ونعمل سيمي كولون بالشكل ده كده، ونعمل ايه هوت ريلود، واجي مثلا ادخل اي حاجه في الشاشه بقى، تمام، وافتح الكونسول واعمل سبميت، هيجي يقول لك ايه نوت فاليد، نوت فاليد، ويجي يقول لك ايه لو سمحت دخل ايميل صح. طيب انا بقى لو حطيت العلامه مثلا هنا، وقلت له مثلا جيميل دوت كوم مثلا، وجيت مثلا عملت هنا سبميت، هيجي هنا يقول لي ايه فاليد. يبقى احنا كده اتكلمنا النهارده عن واحده من اهم الويدجتس اللي بنستخدمها علشان نتحقق من صحه البيانات اللي بيدخلها اليوزر. اتكلمنا عن التكست فورم فيلد، قبل ما نختم الفيديو خلينا نبدا نتعمق اكتر في الجلوبال كي بالشكل ده كده. طيب ايه الجلوبال كي ده اصلا؟ الجلوبال كي هو كي مفتاح، يعني بيدي فلاتر طريقه انه بيتعرف على ويدجت معينه ويتحكم فيها. يعني اصلا كلمه جلوبال معناها ايه؟ معناها ان المفتاح ده يقدر يتشاف من اي مكان موجود جوه الويدجت تري،
مش بس داخل الويدجت نفسه، يعني يقدر يتشاف من اي ويدجت موجوده عندي في فلاتر. طيب انا ليه بستخدم الجلوبال كي مع الفورم؟ اول حاجه عشان نعمل حاجتين مهمين، عشان اتحكم في الفورم من بره لما اجي اعمل حاجه شبه كده مثلا، لما اجي اعمل حاجه شبه كده علشان اتاكد اذا الداتا اللي عندي فاليد او لا. فدي اول حاجه. تاني حاجه علشان اتاكد من حاله الفورم دي، هل هي البيانات صح ولا غلط، الفاليديتورز راجعه بنل ولا بايرورز. فديت مهمه الجلوبال كي مع الفورم. طيب ليه اصلا بستخدم الفورم ستيت، او يعني ايه اصلا فورم ستيت؟ كل فورم ليه حاله اسمها فورم ستيت، الحاله دي فيها دوال مهمه زي الفاليديتورز مثلا، اتحقق من كل الفاليديتورز، او الاون سيفد لو المستخدم مثلا هيعمل سيف، او مثلا لو عايز يرجع الفورم فاضي من جديد عن طريق مثلا ايه، فانكشن جواه اسمها ريسيت. فانت دلوقتي كانك بتقول لفلاتر انا عايز مفتاح يربطني بحاله الفورم علشان اقدر اتحكم فيها. فده معنى الجلوبال كي والفورم ستيت. ونكون انتهينا من شرح التكست فيلد او التكست فورم فيلد، واستخدمنا معاها الفاليديتور، وشرحنا بتعمق اكتر الجلوبال كي والفورم. وبكده نكون انتهينا من شرح فيديو جديد من فيديوهات فلاتر، ونشوفك الفيديو الجاي. مع السلامة.